السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة أحلى رز بالخلطة بالزبيب. مش عايزة أقولك على طعامته وروعته، بجد هقولك تكات وتركات حلوة جدا تعملي بيها ازاي نقدمه مع بعض بالشكل التحفة الهايل ده. وكمان هقولك كل الأسرار. أنا بصراحة والدتي من أحسن واحدة تعمل رز بالخلطة اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وانا النهارده هقدمه بطريقتها وعلى وصفتها، وقلنا لازم نشارككم الفكرة ولازم اشارككم الطريقة معايا. شايفين الرز طالع روعة ازاي؟ يلا نشوف طريقتنا ايه. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا ايه. نزلت كده بمعلقة من السمنة البلدي، يا سلام. واكون بقى مقطعة الكبد والقوانص كده قطع صغيرة. وعلى فكرة يا بنات انا بنزل بيهم كلهم، مش بنزل بالقوانص الاول، بس اختياري براحتك خالص، بس انا بفهمك ان هي بتستوي عادي جدا. هنزل بقى انا هشوح هنا الاول الكبد والقوانص مع سمنة بلدي، وهنحط بس معاها فلفل اسود وملح بس كده. اهو فلفل اسود وملح، وما بنعملش اي حاجة تاني. نديها تشويحتين وبعد كده هنهدي النار عليهم. وبعدين لو حبت ان هي تعوز شوية مية هنديها شوية مية صغيرين خالص لغاية ما تستوي القوانص معايا تماما. شايفين بقى السهولة والروعة؟ حلوة جدا. اهو انا هنا نزلت بالملح واسيبها بقى لغايه ما القوانص بتاعتي تستوي، بس تهدي عليها النار وتغطي باي غطا معاكي مفيش مشكله. انا بوريك ان انا مهديه النار خالص. يلا بقى نشوف طريقه الرز بتاعنا ايه. إيه سهل وبسيط ولذيذ. نزلت هنا بمعلقه كبيره كده من مليانه من السمنه، وهنزل كمان بزيت عشان يا بنات الزيت بيفلفل كده الرز معايا وبيلمعه. وبعد كده هنزل معايا بمعلقتين كبار من السكر. ده يا بنات رز مكرمل، بس انا هوريكي خطوة هنا مختلفة تماما. انا ما كرملتش السكر، انا هخلي ان الرز هنزل بالرز انا بس هنا دوبت السكر، وهخلي ان الرز يتكرمل مع السكر. هنزل بقى بالرز البسمتي بتاعي ومش مغسول. انا باكد اهو ان الرز بتاعي مش مغسول. هبدأ بقى في تحمير الخطوة دي. هنبدأ نحمر الرز بتاعنا مع قلب السكر كده، هيساعد كله هيتكرمل مع بعضه. يعني مش لازم خالص ان انا استنى لغاية اما ان السكر بتاعي يتكرمل. لا انا نزلت بيه كله مع بعضه. وهبدأ بقى ايدك ما تتسبش منه عشان كله يطلع معاكي لون واحد. هنا معايا في نص الوقت وكان معايا بالمنظر ده، بس طبعا ده فاتح جدا. نزلت كمان يا بنات بعود قرفة، هشوح معاه بالعود القرفة. عايزة تبقي نكهة القرفة عالية شوية فيه، ده التست اختياري مفيش مشكلة براحتك خالص. هبدأ بقى اشوح لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. حابة تغمقيه عن الدرجة اللي انا وريتها لك في اول الفيديو براحتك برضو، بس اهم حاجة انه ما يتحرقش معاكي. انا شايفة بالنسبة لي ان اللون ده حلو جدا. شايفين؟ تحفة جدا. بس كده طريقته سهلة وبسيطة خالص. نبدأ بقى. انا كان عندي هنا مرقة شوربة لحمة، فهنزل بمرقة اللحمة. او طب انتي ما عندكيش يبقى على طول ننزل بمية مغلية مع قالب شوربة دجاج، قالب من المرقة. هنظبط بقى الملح بتاعنا وبس كده. وعايزه اقول لك كلي شويه رز بالخلطه تحفه جدا. عايزه اقول لك كمان لما بنسقيه بمرقه المرقه بالشوربه يا بنات بيبقى طعمه فظيع. هنزل بقى شويه هنا بشويه زبيب وهم يستووا مع بعض خالص. حابه تلغي فكره الزبيب مفيش مشكله. هنا ظبطت الملح بتاعي وتمام قوي. هغطي بقى الحله ونسيبه لحد ما يتشرب خالص، وبعد كده اول ما يتشرب نهدي النار. هنا بقى كان عندي بقى حابه يكون عندك شويه مكسرات او شويه انا كان عندي بصراحه سنيبر. فحطيت معلقه سمنه بلدي صغيره خالص وحبه زيت صغيرين خالص، معلقه صغيره. وهنزل معايا بقى بالمكسرات. عايزه اقول لك كمان ان انت لو ما عندكيش اي مكسرات ممكن فول سوداني بيبقى حلو جدا. ساعات بعمله بالفول السوداني. الفول السوداني بصوا بيبقى تحفه جدا مفيش مشكله. هحمر اول حاجه تحمري المكسرات معاكي لغايه ما تاخد لون ذهبي كده. بتبقى طبعا بتدي طعم حلو قوي وقرمشه كده حلوه، بس اوعي برضو المكسرات تتحرق منك.
هنا بقى نجيب بقى مصفى كده ونطلع عليها المكسرات بتاعتنا تتصفى كويس، وبعد كده نطلعها على جنب. هنا بقى هنزل فيها بشوية زبيب برضو. خلي بالك الزبيب ما بياخدش وقت خالص، يا دوبك اول ما تلاقيه اتنفخ معاكي بالمنظر ده هنشيله من على النار على طول. بس كده. وهنا بوريكي ان الكبد والقوانص بقت جاهزه معايا وطعمها تحفه جدا. والرز كمان ما حبيتش اطول عليكي الفيديو. انا زي ما قلت لك ان الرز اول ما اتشرب هديت عليه النار وبيستوي بالطريقه العاديه خالص. غرفت طبعا الرز الاول وبعد كده حطيت الكبد والقوانص على الوش كده، وهترشي بقى المكسرات عليه. حبينا بس نحط اي حاجه خضره كده عشان تكسر اللون معانا، وكان معانا بالشكل التحفه والجميل ده. بجد جربوا طريقته، سهلة ولذيذ وتحفة جدا. بتقدميه جنب اي حاجة او طبق اساسي في العزومات، بجد بيبقى هايل جدا. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وكنتم مع ابتسام.